كل سنه وكل ست وبنت مصريه طيبه. حد هيجي يقول لي مش احنا احتفلنا باليوم بتاع المراه ده الاسبوع اللي فات؟ هقول لك لا، الاسبوع اللي فات ده كان اليوم العالمي للمراه، لكن النهارده هو يوم المراه المصريه. وده طبعا لان احنا مميزين ولينا يوم لوحدنا، مش المفروض نحتفل مع باقي ستات العالم، بس الحقيقه احنا بنحتفل لوحدنا مش مع باقي ستات العالم، لان احنا عندنا مناسبه حصلت يوم 16 مارس، وده اللي خلى اليوم ده عيد واحتفال عندنا كستات وبنات مصريه. يوم 16 مارس سنه 1919 اتظاهرت حوالي 300 ست مصريه بقياده هدى شعراوي ضد الاحتلال الانجليزي، ورفعوا اعلام الهلال والصليب كتاكيد على الوحده الوطنيه ضد العدو. واليوم ده فيه ستات كتير استشهدت وماتت زي نعيمه عبد الحميد وحميده خليل وفاطمه محمود وغيرهم كتير، وعلشان كده يوم 16 مارس بقى يوم المراه المصريه، وده تخليد لذكرى ستات مصر اللي شاركوا في ثوره 19. وبعد 4 سنين في نفس اليوم سنه 1923 اتاسس اول اتحاد نسائي في مصر، وكان بقياده هدى شعراوي برضه. وفي 16 مارس سنه 1928 دخلت اول دفعه من البنات جامعه القاهره، وده علشان يدرسوا فيها لان ما كانش مسموح ليهم قبل كده. في يوم زي ده محتاجين نبص من بعيد كده على حياه البنت المصريه من وهي صغيره لحد ما تكبر. صحيح في بنات عاشت طفوله وحياه سويه، كان برضه في بنات كتيره جدا مرت بتجارب ما كانتش احسن حاجه، زي ان لسه في اب بيزعل لما يعرف ان مراته حامل في بنت مش في ولد. الزعل بيبقى اكبر لو كان معاهم بنت قبل كده، وقال يعني كده كل خلفتهم بنات ومفيش حد يتسندوا عليه لما يكبروا. وهنا بقى كان المثل الشهير يا مخلفه البنات يا شايله الهم للممات، وبقت البنات هم وعبء على اهاليها. على الرغم من كل التجارب الحياتيه اللي حوالينا اكدت ان البنت هي اللي بتشيل باباها ومامتها لما بيكبروا، والولد بيبقى دوره على الهامش كده، الا طبعا عدد قليل منه. خلاص البنت تكبر شويه وتبتدي تعيش مرحله الطفوله، بس الام ما تسيبهاش في حالها، تبتدي تفكر ازاي تحولها لست بيت شاطره وتنهال عليها بسلسله طلبات، اعملي وهاتي وحطي وساعدي اخواتك. ومع ان ده سن الطفوله وسن اللعب، بس البنت ما ينفعش تلعب، المفروض تقف احسن قدام البوتاجاز. شويه شويه ينهوا حياه البنت خالص ويحكموا عليها بالختان. كبرت البنت شويه وجالها الدوره الشهريه، نبدا نعاملها كأنس، بنحاول ننسيها الطفوله اللي ما عاشتهاش اصلا، ونقول لها ما تجريش مع صحابك، انت بقيتي انس، ما تلعبيش معاهم، انت بقيتي كبيره خلاص. وقبل ما الام تعرف بنتها هي بتمر بايه وايه ازماتها النفسيه وايه اللي هي داخله عليه وازاي تهتم بنفسها وبصحتها في الفتره دي، تبدا تحطها في قالب الانسه الكبيره العاقله الفاهمه كل حاجه، وهي اصلا من يومين كانت لسه طفله. خلاص علمنا البنت ان هي تطبخ وتغسل وتشوف طلبات البيت، خليها تشوف بقى طلبات اخواتها الولاد بالمره بقى، سخني الاكل لاخوكي، اعملي شاي لاخوكي، روحي روقي اوضه اخوك. وعلشان كده كل الاجيال الجديده اللي طالعه من الولاد هم اشباه رجال كده، بيدوروا على واحده تخدمهم وتطبخ لهم وتغسل لهم هدومهم، مش بيدوروا على شريكه حياه. وهم دول الرجاله اللي دايما بيقولوا ان الستات اخرها المطبخ، وهم اتربوا على كده فعلا. مش بس كده كمان، ده في اهل بتسمح للاخ ان هو يمشي كلامه على اخته حتى لو كان اصغر منه، وممكن كمان يضرب. وصلت البنت سن الجواز، لا ده انت لازم تلحقي قبل ما قطر الجواز يفوت، لو ما لقيتيش اي حد مناسب اتجوزي اللي تلاقيه وخلاص، هو ظل راجل ولا ظل حيط. وتكتشفي في الاخر ان الحيطه كانت اهون منه، وبعد ما كانت البنت تحت طوع اهلها بقت تحت طوع جوزها وقراراته واوامره، ومنصاعه لكل حاجه يقول قرر لها هي تشتغل ولا لا، وتكمل تعليم ودراسه ولا لا، كل طلباتها المشروعه العاديه لازم تبقى تحت موافقتها. اما هو بقى ما بيستناش موافقتها خالص على اي حاجه، حتى لو قرار مشترك بينهم هما الاثنين. لو جينا بصينا على حياه الست بعد الجواز هنلاقيها ان هي لو بتشتغل فهي بتصحى بدري عشان تنزل شغلها وتنزل ولادها المدارس، وبعد ما بتخلص شغل بتروح السوق تشوف طلبات البيت، ترجع باكياس قد كده مش اقل من 5 كيلو في كل ايد، تروح البيت تعمل الاكل وتغسل وتشوف طلبات ولادها لحد ما بينام، وهو ده يومها العادي، مفيش اي وقت ليها اصلا. ولو في وقت شويه اخر اليوم فهي خلاص بتبقى استهلكت، بتبقى طاقتها خلاص على قد النوم. وده غير اللي الستات بتتعرض ليه في يومها العادي من معاكسات وتحرش ورخامه وتريقه من الرجاله في الشغل، من نوعيه بقى انا عارف ايه اللي خلاكم تشتغلوا وايه اللي جابكم هنا. ومع كل الحاجات اللي انا قلتها دي لسه في ناس مستكتره على الستات ان هي تاخد حقوق، وشايفه ان الستات خلاص اخذت كل الحقوق اللي محتاجاها. طول الوقت الستات والبنات عايشين زي ما المجتمع عاوز مش زي ما هم عاوزين، وعلى طول تحت ضغط وخوف. وعلشان كده في يوم زي ده محتاجين نعرف الستات والبنات محتاجين ايه، محتاجين يحسوا بالامان في يومهم العادي، محتاجين يمشوا في الشارع من غير خوف ان اي حد يتحرش بيه او يسمعهم كلام يضايقهم او حتى يتعرضوا للسرقه، محتاجين يتبص ليهم على اساس الشغل اللي بيقدموه والحاجات اللي هم ناجحين فيه، مش على اساس ان هم ستات. الست محتاجه تحس بتقدير على المجهود اللي بتعمله في يوم والتضحيه اللي بتقوم بيها في سبيل ان هي تعمل بيت مستقر، وانها بتربي ولادها بشكل كويس وسليم برغم الضغوط دي. محتاج يتقال لها شكرا وتعبتي نفسك وان وجودك في حياتنا فارق. الست محتاجه تحب نفسها وتهتم بيها وتحقق اللي بتحلم بيه وتخلي بالها من صحتها وسط زحمه ومسؤوليات اليوم. الستات والبنات محتاجين ان هم يتسابوا في حالهم شويه من غير تنظير وحكم على افعالهم وتصرفاتهم، وايه اللي المفروض يعملوه وايه اللي لا. البنات والستات محتاجين ان هم ياخدوا قراراتهم بالشكل المناسب واللي يريح، من غير ما يحسوا ان هم تحت رحمه اي حد او ان في حد ليه وصايه عليه. وطبعا في ستات كتيره مصريه نجحت وتحدد افكار المجتمع، سميره موسى واللي كانت اول عالمه ذره، نبويه موسى واللي اتعرفت برائده تعليم البنات، كانت شايفه ان تعليم البنات هو سبيل لحريتها واستقلالها
لها المجد. انيسه حسونه واللي في 2014 تم اختيارها من افضل 100 شخصيه عربيه، مجال المجتمع والثقافه ومحاربه مرض السرطان. قولوا لنا في التعليقات على شخصيه مصريه اثرت فيكم.